السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة وصفة جديدة إن شاء الله. كما كتشوفوا في الصور، اليوم غنقدموا إن شاء الله السفوف مقوم ومعلق. يعني كيجي لذيذ صراحة. كنتمنى أنكم تجربوا هذه الوصفة. المقادير مضبوطة غتلقاوها في صندوق الوصف إن شاء الله. ندوزو إن شاء الله بسم الله نبداو الوصفة ديالنا. هنا كما كتشوفوا كنحمر الدقيق في المقلة الثقيلة. عندي هنايا دقيق القمح الكامل اللي بالنخاله ديالو. كندير النار مهيله وكنبقى ناخذ وقتي في انني نحمرو. كنت قدمت لكم الدقيق محمر في الفرن. الطريقه ديالو غادي ننزل لكم الرابط في صندوق الوصف. هاد المره هذه غنديرو في المقله كيف كتشوفوا. بعد ما سخنت المقله انا نقصت النار، ومره مره غادي نبقى نحرك حتى كيتحمر ليا هاد الدقيق. ولكن ردوا البال حيت هذا فيه شويه ديال النخاله، ما نخليوش يعني يتحرق، ضروري نبقاو نحركوه حتى كنشوفوه تحمر وخدا واحد اللون ذهبي زوين. هانتوما شفتوا هنا راه بدا كيتحمر شويه، بدا كياخذ اللون. كنبقاو مستمرين بهذه الطريقه هذه. تقريبا هاد نص كيلو انا هنا اللي درت غياخذ ليا واحد ساعه المكانه، لان في الاول كانت المقله بارده يعني ما كانش سخون بزاف. ملي كيشد اللون في الاخير راه دغيا كيبدا يتحمر. وهنا الكويرات فين ما شفنا شي كويره راه كنحاولوا اننا نحلوها باش حتى هي تاخذ اللون مع باقي الدقيق ديالنا. كما كتشوفوا ها هو خدا اللون ديالنا مزيان. يجي بهذا الشكل هذا. كنزول حتى من الجوانب ونخليه مازال يزيد ياخذ اللون. هنا في الاخير راه كيولي كيتحمر دغيا، كنردوا ليه البال يعني هنا ما كنفوتوش، ضروري كنبقاو يعني مقابلينه مزيان حتى كياخذ اللون الذهبي مزيان. كيبقى على حسب درجه اللون اللي بغيتو نتوما. المهم انه ما يتحرقش ليكم باش ما يعطيش واحد المروره في السفوف. كنحمروه في الفران راه كيتكركب اكثر من هذاك اللي كيتحمر فوق المقله يعني فوق النار. كنستعنوا بهذه الاله اللي عندكم، ولا ما عندكمش غير فرشيطه يعني كتساعدنا ان كاع الحبيبات كلهم ما كيبقاوش فيه. ومن بعد كنحركوا ليه الجوانب ديالو بحال هكا، يعني باش كيكون يعني التحمار ديالو كيكون مقاد، ما كتحرقش لكم بلاصه وبلاصه. انا غادي نقادو ونعاود نرجعو مازال الفرن. ثقيله كنحمر زنجلان. من الاحسن هي في المقله احسن من الفرن، لان الفرن يقدر يتحرقوا لكم الجناب ويعني ما كتشوفوهمش، ماشي بحال المقله كتكون كلشي على يديكم. كنصايب واحد الورق بحال هكايا مقوى، يعني كرتونه كتكون صحيحه باش كيمكن ليا انني نحرك، وكتجيني ساهله في التحريك يعني كتكون عمليه. ضروري تقبلوه يعني باش ما يتحرقش لكم، تاخذوا الوقت ديالكم باش كيتحمر مزيان. مره مره كنحرك، ومن بعد ملي كيتحمر ليا كنديرو فواحد السربيته. ما نديروش مباشره في شي اناء لانه غادي يعرق وغادي يولي يعني غادي يولي غيعرق ما غيبقاش مقرمل. ولا خليتوه مده طويله في داك الاناء يقدر يخسر لكم يعني مع العرق ديالو. انا هنا درتو في سربيته كنخليه حتى كيبرد مزيان، عاد كنديرو في هذا الاناء هذا كما كتشوفوا هنايا كيولي بارد وكيكون مقرمش. الا دقتوه كيكون واحد البنه زوينه. انا غادي نستمر هكا نكمل الكميه اللي عندي ومن بعد نكملوا الوصفه ديال السفوف ديالنا. فخ اللوز درت هنا 1 كيلو اللوز، درتو في الماء غليان. ضروري الماء غليان، ما ديروش في الماء بارد، الماء غليان. وكنخليه فيه 3 دقائق مباشره. كنصفيه وكنديرو في بلاستيك غذائي بحال هكايا، وكنخليه كذلك 3 دقائق باش دغيا غادي يفسخ ليا. غادي نوريكم طريقه سهله باش يمكن لكم تفسخوه بسرعه واخا تكون الكميه كثيره. بعد ما درت 3 دقائق خليته في البلاستيك. هنا درتو في واحد السربيته وغادي نفركو بحال هكا كله، يعني كناخذ شويه بشويه
بحال هكا. كنبقى نفرك ما كتشوفوا كيتحيد منه، كتبقاو شي حبات من بعد كتبقاو تنقيوهم. هنا كما كتشوفوا كنديرهم في واحد البانيو هكايا ولا واحد الشبكه. هنا كيطلعوا القشور الفوق، كنبقى نهزهم ونحيدهم بهذا الشكل هذا. يعني كدوروا بحال هكا كيتجمعوا القشور الفوق وكتحيدوه. هنا كما كتشوفوا كملت اللوز ديالي. كنت كنفركو في السربيته وكنعطي الوليدات يعني كينقيوه، كيعزلوا منه الحبه البيضاء. يعني حتى هما كيعاونوا شويه في هذه المسائل هذه، دغيا كتسالي. هما كيديروها يعني كلاب وفي نفس الوقت راهم كيعاونونا. بالنسبه للوز غنخليوه ينشف قبل ما نقليوه. هنا بالنسبه للسفوف كنقليوه من الاحسن، خصوصا الا كان السفوف غادي يتعطل شويه. الا حمرتوه في الفرن من بعد كيلوى وسط الصفوف ما كيجيش زوين. من الاحسن كنقليوه. انا هنا كما كتشوفوا كنخلط، يعني كنبدا نخلط في الصفوف. هنا كنغربل الدقيق، هذا طحين الفورس وهذا طحين القمح اللي هو شويه بالنخاله ديالو. غادي نغربلو، كتبقى فيه واحد الحبات كحلين في الاخير كنحيدوهم وكنعاود نغربل مازال باش كنحيد جميع الحبيبات اللي كيكونوا باقيين. يعني كنغربلو 2 مرات. بالكميه الدقيق عندي 3 كيلو فورس ودرت كيلو ديال دقيق القمح الكامل كما كتشوفوا هنا. دابا غادي نضيف ليه باقي المكونات. نضيف النافع وحبه حلاوه والقرفه. بالنسبه للنافع هاد المكونات هذه كامله كتبقى يعني لكم الاختيار في النسمه اللي يعني كاين اللي كيبغيها مجهده كيضيف اكثر، كاين اللي كيبغيها مناسبه يعني كما غندير تقريبا كتجي هي هذيك. عندي هنايا النافع 4 المعالق كبار، عندي حبه حلاوه 2 معالق، وبالنسبه للقرفه عندي 3 المعالق. هنا واخا طحنتهم غادي واخا غربلتهم غادي نغربلهم مره اخرى. ضروري خصهم يتغربلوا مزيان، وانا كنغربلهم بهذا الصفايه رقيق. هانتوما كتشوفوا هادشي اللي بقى كنزولوه. عندي هنا واحد 100 غرام طحنتها مزيان وغربلتها، وغنعاود نغربلها مره اخرى باش ما يبقاش فيها ديك الحبه القاصحه كتكون فيها يعني ديك البقايا. هادشي كله القرفه والنافع وحبه حلاوه والا ضروري يطحنوا مزيان. صافي على هذا القياس هذا. كيف كتشوفوا عندي حبات ديال المسكه الحره تقريبا واحد معلقه صغيره. هنا كيف كتشوفوا بعد ما طحنت المسكه الحره بغيت معلقه صغيره منها. غادي نغربلها ضروري باش ما يبقاوش فيها دوك الحبيبات يبقاو يعني الا كلينا السفوف كيبقاو يتقطقطوا بين سنان. غادي نغربلها وغادي نضيفها للسفوف. المسكه الحره واحد معلقه صغيره. بالنسبه للجنجلان هنا كنضيف غندير 3 كيلو غنديرو هكا يعني صاين، و2 كيلو هما اللي غنطحنهم مزيان يعني حتى كيتعلكوا. المهم خصهم يطحنوا مزيان ما تبقاش فيهم الحبه، لانني هنايا صافي ديجا درت زنجلان حبه. كنضيف الجنجلان معلك كنطحنو معلك كما كتشوفوا. غيبقى لي هنا غير اللوز. غادي نطحن اللوز نصف الماء الكميه طحنتها علكتها مزيان هي هذه اللي من هنا، ونصف الكميه غير هرمشتها. من بعد دابا غنضيف كلشي. كيبقى لينا الان غير نخلطو بالزيت البلديه. انا ما غندير لا زبده لا زيت روميه، غندير زيت البلديه. تختاروا واحد الزيت اللي تكون شويه حلوه ما تكونش مجهده باش ما يجيكمش الصفوف مر او سلو. وغادي ندير العسل، ما غنديرش السكر كلاصي. يعني دابا بقى لي غير شويه الملحه والعسل وزيت البلديه ان شاء الله. نص معلقه صغيره ديال الملحه. غادي نخلط هاد المكونات هادو، نحاول ندمج الجنجلان واللوز مع الطحين. من بعد عاد غنديروا العسل والزيت. ضروري اننا ندمجوهم هما الاولين. جبت كاع المقادير كامله قبل ما ندير الزيت ولا العسل كما كتشوفوا. غادي نبدا ان شاء الله. غادي نضيف لتر من الزيت، كيكون حلو شويه ما كيكونش يعني مجهد.
كذلك غنضيف العسل. عندي هنايا عسل حر، هنا عندي كيلو، انا غنضيف نصف كيلو وغادي نقول لكم شحال خدالي. انا غادي ناخذ الوقت ديالي، غادي ندلك مزيان ضروري ان السفوف كدلكوه مزيان مزيان. وبالنسبه للكميه يعني ديال درجه لانكم كيفاش بغيتوه معلق، هو انه الفرق ما بين السفوف وسلو. السفوف كيكون شويه ناشف يعني ما كديروش له الزيت بزاف، اما سلو كيكون معلق. انا غنديرو ما بين وبين، يعني ما كنبغيش ناشف وما كنبغيش يعني ميدم بزاف. هو السفوف ديالنا او سلو كما كتشوفوا من بعد ما دلكتو كيحتاج واحد شويه ديال الجهد. هانتوما كتشوفوا كنحس به انه باقي خاصو واحد شويه ديال الزيت، ولكن ما غاديش نزيدو دابا لان من بعد هو كيطلق لي دم ديالو. بالنسبه للمذاق ديال السفلو، الا كان كيجيك كتحسوا به هو راه حلو ولكن ناقصه البنه، كتزيدوا له شويه الملحه. بالنسبه هنا الزيت كما قلت غادي نخليه ليله كامله، من بعد الغد لي غادي نشوف واش غادي نزيدو شويه الزيت ولا لا، على حسب الدرجه اللي كتحتاجوها نتوما في اليدام ديالو. السفوف ديالنا بعد ما كملتو كيجي على هذا الشكل هذا. هاد الكميه اللي كتشوفوا دابا زدت عليها زريعه الكتان لان غنستهلكوها يعني مباشره خلال هذا الاسبوع. الكميه اللي خزنت ما كنديرش فيها زريعه الكتان حتى كنحتاجها، كنكمل هاد الكميه، كندير عاوتاني الكميه اخرى وكنزيد فيها زريعه الكتان لان زريعه الكتان ما كتبغيش يعني تبقى مده طويله باش كنستافدوا من الفوائد ديالها. هنا غتلقاو يعني مقادير مضبوطه ديال السفوف ديالنا في صندوق الوصف. كنتمنى ان الوصفه تجربوها، كتجي لذيذه ورائعه بدون يعني بدون سكر وبالزيت البلديه، يعني كتجي يعني صحيه اكثر. كنتمنى لكم عواشر مبروكه، رمضان مبارك سعيد بصحه وسلامه وكل ما تمنيتوا ان شاء الله. الى وصفه قادمه بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.